هلو هلو، اهلا وسهلا باحلى فنونات عندي في القناه. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف 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 ديال بصح. عارفه راسي خبرت عليكم وخصني نعصى عليها، ويمكن فزت كاع شي اكثر من 3 شهور دابا ولا 4 ما حطيت حتى حاجه. ام سوري 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 سوري. عارفه راسي غيبت وعيقت وبسلت واخا نقول لكم اللي قلت يعني راه ديما تنديرها. المهم، بصراحة هاني جيت وجبت لكم معايا قصة غزالة بزاف. هي قصة قصيرة صراحة، قريتها وعجبتني وبغيت نبارطاجيها معكم دابا. كانت عندي في فكرة ندير قصة طويلة، لكن قلت زعما مهم كبداية وكرجوع أولي نعطيكم شي قصة خفيفة ظريفة باش هكا نعاودو نصلو يعني نديرو صلة الرحم مع بعضياتنا، وكذلك تفكروني وتفكروا القناة ونتفكركم حتى انا، ونشوف واش هتفاعلوا مع القصة ولا لا. باش اذا كنتوا هتفاعلوا عندي القصة حتى هي غزالة اتحمقكم، واذا ما كنتوش هتفاعلوا هكا غنتقلق منكم صافي. غير نضحك معكم الفنيونات، انا كاع ما كنتقلق منكم ابدا 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 ابدا. المهم، هذه قصة غزالة اتعجبكم، انا عارفة هتعجبكم. المهم نخليكم دابا معاها باش ما نطولش عليكم بزاف. وكيف العادة، الا عجبتكم القصة شي كومنتير غزال بحالكم الغزالات وقولوا لي واش وحشتوني ولا لا، وشي لايك اكيد. واللي ما مشتركاش في القناة بغيت نقول لها مرحبا والف مرحبا بها، اشتركي وانضمي لعائلتنا الصغيرة. واللي اشتركوا في هذه الفترة ديال الغياب ديالي كنبغي نشكركم بزاف 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 بزاف. عليكم كاملين، ومرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في القناة وفي وسط عائلتنا الصغيرة. ويلا بلا ما نطول عليكم نخليكم مع القصة. جالس في المكتب ديالو تيشوف فيه كيفاش محنيله ركابيه والعرق تيتسبب من جبينه. عارفو اشنو تيسوى؟ انطق من تحت سنانو خلى الدم يجمد في عروقه. فين هما فلوسي؟ الشخص اللي كان في اواخر الخمسين من عمره بدا كيتلعثم في كلامه. اسمح لي. وقف ولا حداك الكرسي اللي كان جالس عليه وغوت. واش باغي نقتل امك دابا الكلب ولا شنو؟ فين فلوسي؟ الشخص قرب يعملها في حوايجو. اعطيني وقت، راه ما عندي منين نجيبهم. جبد الفردي من الخزر ديالو وصوب وجهه راسو بلا حتى مقدمات. يلا بغى يضغط على السلاح حتى غوت. عافاك عافاك، عندي حل واحد اخر. هبط الفردي ورمقو بنظرات قتيله، يعني تكون تكذب نقتلك. بقى ساكت حتى غوت عليه. انت، كاينه بنت زوينه بزاف. هي بنت مراتي. شوف، مسألة صغيرة ومسألة عزبة. اشنو رايك تبيعها في المساد؟ انا متأكد غتربح من وراها فلوس كتيرة. هنا حكى على دق انه تيفكر في كلامه وانطق بصوت حاد. عرفتي وتكون كتكذب عليا، غادي نخلي رجالي كاملين يغتصبوك. حرك راسو بالله. لا لا، ما تنكذبش عليك. واش ممكن نوريك صورتها؟ اشار ليه باش يوقف. وقف ومشى لعندو، جبد التليفون من جيبو وراه الصورة ديال البنت. غير شافها آية في الجمال، سها الجمال ديالها وابتسم ابتسامة شريرة، لأن هاد البنت باينة غتفتح ليهم أبواب السعد. خبط بصبعو على الصورة وانطق بصوت قوي. نبغيها تكون عندي في أقرب وقت. يا ويلك وتخالف الأمر ديالي. جاوبو هو تيترعد. لا لا، ما تخافش، كون هاني. الشخص بقى كيتمعن في ديك الصورة. اوه، زوينة بزاف، ومن وراك غنربح أموال طائلة. خنزر في الشخص اللي كان اسمه عبد الرحيم. يلا خرج ليا، يلا، وما تنساش راسك، عينيا عليك. وقف من الأرض. صافي صافي يا سيدي، ما يكون خير خاطرك. وخرج تيجري، وحمد الله أنه نجاه من هاد المصيبة وبصعوبة. جهة واحدة أخرى جالسة جنب ماما عزازة في دواها، امرأة في أواخر الأربعين من عمرها، ما تتحركش أبدا، وبنتها اللي تتبدل ليها تتوكلها مدة عام ونص. وهي هكا بسبب أكسيدون اللي دامت مدة 6 شهور وهي في الغيبوبة ومن فقط ما كانت لا كتحرك لا والو. خرجت لدارها، وبنتها اللي بقات كتقابلها. أسماء فتاة ملامحها زوينة، السن ديالها 19 سنة. العام الأول ليها في كلية ديال مهم شبه اقتصاد. مات الأب ديالها وهي عندها 15 سنة وخلى ليهم الدار، بحال إلا كان عارف خوتو غيبغيو ياخدوها ليهم. كتبها على اسم مراتو. بقات هكاك عايشة مع بنتها حتى وصلت بنتها ل 17 سنة، وتقدم ليها شخص في الأول ما بغاتش، ولكن المعارف ديالها اكيد بقاو عليها حتى قبلت. في الاول كان تيبان انسان مزيان، كان تيعاملهم
مع كيتعامل معاهم بما يرضي الله حتى تزوجت به. وهنا بان على حقيقته أنه سكيري قمار، وجميع أنواع الفساد تيعملها. عطات ماما هاد الدواء ومسحت ليها جنب فمها وتبسمت ليها ونطقت بصوت خافت: الحمد لله، يلا بصحتك، يلا بصحتك لاله مريم، انا غنهز هادشي نغسلو صافي. ما جاوبتهاش، وهذا هو حالها من نهار عملت الكسيده وهي على هاد الحاله. تنهدت بحزن وهزت البلاطو اللي فيه الماكله وخرجت من البيت وهي متحسره على حال تما. مسحت الدموع اللي كينزلوا من عينيها كل ما شافتها، كتحسر على الحاله ديال امها وشنو غتعمل حتى تخلي امها ترجع لحالتها الطبيعيه. هزات كفوفها الفوق ونطقات: يا ربي، انت حال بحالي كنترجاك شافي ليا ماما، راه ماما راه هي اللي عندي. غسلت الماء اللي كانوا فوق البوطاجي وستفتهم في الشبكة، مسحت البوطاجي والبوطة ودوزت تجفيفة خفيفة على الصالون. من بعد حلت الثلاجة، خدات قرعة ديال الماء ومشات للبلاكار، خدات كاس جلست فوق واحد الكرسي وشربت حتى سمعت صوتو تيغني وهي تقطب حواجبها. حتى دخل عندها الكوزينة عيونو حمرين بالشراب جاي كيتمايل ونطق بصوت ناعس: زين، اش كديري؟ شافت فيها مخنزرة: عبد الرحيم، سير فوتني عليك الهيرة ما نصلحش ليك. عبد الرحيم عيونه معسلين فيها بدا يقرب عندها، طول عمره هو باغيها ليه. قرب لعندها وهي تتبعد خايفة منه، نطق بصوت غالب عليه الشراب: الزينة غتكوني ليا اليوم، عاد غادي ناخدك ليه. اسماء دفعاتو حتى كان غيطيح ونطقت فيها معصبة: سمع هداك الحوتالة، وياك ويسخن عليك راسك وتقرب ليا والله حتى نقتلك. زات قرب عندها، تلفتت وراها ما بان لها غير الموس محطوط فوق البوطاجي، كانت كتقطع به الخضره. بغات تصايب الماء مع الصوبه: شوف، تقرب لعندي والله حتى نقتلك ونوريك شنو هي تقيسني. بغا يزيد وقرب باش يتكرفس عليها، وهنا تلوات ليه رجلو هو يطيح ديك الساعه. هربت منه ومشات دخلت البيت ديالها، لقات امها فايقه تشوف فيها وباغيه تسولها مالها لانها شافت الخوف في عينيها. بغات تسولها ولكن ما قدرتش تنطق، حيت اكيد من نهار عملت الاكسيدون ديالها وهي بحال هكذا يعني، ما تتهضر ما تتحرك ما والو، غير كتشوف بعينيها. اسماء ما بغاتهاش تطن عليها، نطقت وهي تبتسم ابتسامه صفراء: لا ماما ما كاين والو، شويه دابا. عرفتها كتكذب عليها وعارفه داك الجلاخه ديال راجلها تيبغي يوصل لبنتها وباغي يتعدى عليها. كرست على يديها معصبه، الشيء اللي خلى اسماء تقرب عندها وتشد لها في يديها: مالك ماما؟ شوفي الحبيبه ديالي راه ما واقع والو، ما تعصبيش، وانتي دابا تشربي الدواء ديالك صافي، عاد تعصبي. ايوا اذا تعصبتي وانتي تشربي الدواء راه محال واش تبراي، ما ديريش في بالك في حتى حاجه. انا الحمد لله بخير وعلى خير وما وقع ليا والو، ودابا غادي نمشي نجيب لك الصوبه. مع كانت تبعت عبد الرحيم خرج من الدار وهي تخرج. في مكان اخر غادي كيتمايل حتى صونا التليفون ديالو، وقف بدا كيقلب عليه في الجيب وتا كيبغي يطيح وكيش التوازن ديالو مزيان. جبدو من جيبو وجاوب على شخص اللي اسمه بيدرو، ايطالي الجنسيه، هو اللي تيتسالو الفلوس، ونطق بصوت خلاه شويه وما يطيح: الخطه غتبدل، اليوم انا باغي البنت، حيت الغد كاين مزاد كبير غيتباعوا فيه البنات. عبد الرحيم هنا بدا كيسرد فريقه ولكن راه ما خلاش يكمل هضرته، ونطق بصوت حاد: نفذ الاوامر بلا كثرة الكلام، اليوم رجالي غادي يجيو يخطفوها. عبد الرحيم بخوف: صافي صافي صافي، ما يكون غير خاطرك ماشي بيدرو. تكلم بكل عجرفة: من طبيعة الحال وبزز منك غتنفذ الأوامر ديالي، حيت انت مجرد كلب تتبوس وكتلحس في اليدين ديال سيادك. اقطع عليه في وجهه، ما اهتمش الامر، هز كتافو وضحك حتى بانو جوج سنينات اللي عنده: واخيرا غناخد فلوس كتير ونعمل بهم اللي بغيت، وغادي نقاد سناني ونبعد من هنا، وديك المقعده غادي نخليها ونتزوج بوحده صغار منها. كمل على طريقه ومشى في اتجاه البار. اما في بلاصه واحده اخرى وبالضبط في ايطاليا جالس شخص بهيبته الطاغيه ونظراته اللي بحال الصقر، جنب لا بيسين في الرولاكس، لابس تيشيرت في اللون الازرق بارد ديال لاكوست مع شورت ابيض. جنبو واحد طبله ديال الزاج محطوط قدامها انواع مختلفه من المشروبات الفاخره، وحداه واحد البنت اللي كانت فائقة الجمال، لابسة من غير هدوم يعني، كسيوة في الصفر بارد طالع فوق الركبة، جاية
جاية كول ولكن في نفس الوقت مبينة الفرقة ديال صدرها وكانت مفتوحة وطويلة عندها واحد الفتحة من القدام. إلا بدات تتحرك غادي تبان سترينغ كحل اللي كانت لابسة. قربت عنده وجلست فوق فخادو وبدات هنا هكا تحلون عليه. ما حس براسو غير قلبها وسوليها حوايجها وبدا كيقبل فيها بواحد الشغف كبير. وهنا بدات هي حتى هي كتزول حوايجو حتى ما بقى لابس والو. وطلع فوق منها وبدا مرة تانية في القبل حتى كان غيقطع فيها النفس. هز واحد الصوت كان حداه في كل مرة كيبدا يعني يمارس معاها تيشحطها في خدها به حتى كيخليها كتغوت. ولكن رغم ذلك كانت مستمتعة وكيعجبها الحال. دور راسو بانت ليه واحد القرعة ديال الويسكي فرخها فوق منها وخدا واحد البريكة شعلها فوق منها وحطها خلاها كطير للسما العالية وسكتها بواحد القبلة اللي خلاتها تكتم صراختها القوية. البنات ما يمشيش بالكم بعيد حيت عندك كيسحب لكم زعما انه جاعل فيها العافية بصح ديك العافية الكبيرة اللي خاص فيها الاطفاء وما عرف شنو. لا هو غير مثلا فاش تكوني شعلتي الفران تتحرقي يعني حرقات بساط وصافي. سموحات يعني الكاتبة هي اللي شرحت ماشي أنا. أصلا ما عرفتش شنو هاد الخيال هذا الواسع اللي عند الكاتبات ديالنا. المهم ما علينا. يعني مهم يعني الفكرة دابا وضحت لكم. وصل القبلة اللي في نفس الوقت كان فيها قاضي الغرض. أما هي كانت في عالم آخر عينيها مقلوبين بحر الشهوة. رجع لخدمته هو وياها وخلاو بعضياتهم منغمسين في عالم بعيد على العالم ديالنا. بعد عليها وبلا ما يتلفت. المرة الأخرى تعملي شي تصرف ماشي هو هذاك. هاد المرة غنجعل فيك العافية ديال بصح حتى يجيو الإطفاء ويطفيوها لك. دخل الدوش ورخى ليه الماء وخرج هكاك عريان والما تيتقطر منه. لقاها ما كايناش. عارفة إلا لقاها اش غيكون مصيرها. نتعرفوا بعدا على البطل ديالنا. بطلنا هو قصي بن ياس من أكبر رجال الأعمال في العالم. السن ديالو 32 سنة من عائلة مرموقة وكيتعتبر من أغنى الأغنياء. شخص لا يرحم اللي طاح في يديه غير يترحم على راسو. ملقبينو بالشيطان المارد وأعدى حاجة عنده هو الكذوب. دخل الدريسينغ لبس خدا الملابس ديالو لبس الشورت ديالو مع تيشيرت في الكحل مبين العضلات ديالو مع سروال في نفس اللون ديال الجين. لبس جاكيت في اللون القهوي ديال الجلد مع كات طالع في نفس اللون وخرج في اتجاه النايت كلوب. كانت الساعة 10 ديال الليل وقف اللوطو حدا باب النادي. جا واحد من لي كارت اللي واقفين قدام داك الملهى خدا من عند قصي الكونتاكت. اما هو دخل الملهى ومشى للبلاصة المخصصة ليه في اي بي. لقاهم مجهزين عليه على اكمل وجه. جلس فوق الفوتوي فرق رجليه شويه خدا الشيشه وبدا كيتشيش لتحت. كان الصوت ديال الموسيقى الساخب بقى كيتندن معاها هو مغمض عينيه. حس بشي حد دخل. عرفها بنت من ريحة البارفان اللي دايرة وصوت الكعبها العالي. عقد حواجبو عرفها أصلا اللي جاية لعندو زعما باش دوز معاه الليل. انطق بصوت خشن زعزعها. رجعي منين جيتي. أنا ما باغيش حتى شي عاهرة تكون معايا وبالخصوص وحدة بحالك. تفافات في بلاصتها كيفاش عرفها هو أصلا ما شافهاش. مكلخة وغتبقاي مكلخة. يلا خرجي عليا وحمدي ربك أنني كنتكلم معاك عادي. ولا نوريك العاهرة تاخدي حاجة ماشي ديالك ودابا جاية باغية تكوني معايا. انا الحاجة اللي تناخدها مرة تنلوحها وما كنخليهاش تبقى عندي. بدات بغات تقرب ليه وهو يغوت حتى قفزها. خرجي. خرجت هاربة حيت عارفة اشنو تيسوى. رجع كيسمع وعايش مع الموسيقى مع عزيز عليه هو انواع ديال الموسيقى الصاخبة واللي تتكون فيها الاثارة. صونا التليفون ديالو اشار لواحد من لي كارت باش يوقفوا الموسيقى وبلا ما يتكلم معاهم بلا ما يتكلم معها ثواني ولا ثقيل في ذاك المكان. الدبانة نعمة لا ما كدورش تما. هز كاس ديال الفودكا كيشغم منه. انطلق بكل برود مخاطب الشخص الاخر. بيدرو اشنو كاين علاش مصدع ليا راسي. نلقاك عيطتي لي على والو انمحيك من هاد الارض وراك عارفني مزيان. بيدرو تيمسح في الحرق ديالو. انطق والخوف غالب عليه. لا هاد المره حاجه زوينه. عارف مبقى والو المعزات اللي غيتقام في ايطاليا وفيه كيتباعوا بنات زعما. قلت واش غتشارك وتاخد شي بنت ولا لا. قصي بقى ساكت مدة ثواني من بعد هو يسعر غوت عليه حتى كان غيطيح التليفون من يديه.
مرة واحدة أخرى غادي ندفنك حي. أغطى عليه، أما بيدرو ما استسلمش، حيت عارفو من يشوفها غيبدل الرأي ديالو. هو باغيه يكون في داك المزاد لأنه غيربح من وراه أموال كتيرة اللي غتخليه من أغنياء العالم. خدا التليفون ودخل بلاصة الصور، وخدا صورة من صور أسماء ورسلها ليه. من بعد ما قطع مع بيدرو أشار الكارت باش يجيب ليه شي بنت. ديك الساعة جات وحدة ملامحها زهرين، عيونها خضرين وشعرها أشقر، طويلة بحال عريضة الأزياء. جات بغات تجلس على رجليه وهو يغوت حتى قفزها. تقعدي، واش قلت لك اجي جلسي هنا؟ نطقت بخوف، خلعتها النبرة ديال صوتو. لا. غمض عيونو وانطق. ديري خدمتك ونوضي ليا من هنا. دارت خدمتها وهو بقى مغمض عينو، منتعجب الحركات ديالها حتى سمع صوت ميساجات واشار ليها باش تخرج. عقد حواجبو وخد التليفون تيشوف حتى تيتصدم من الصور اللي شاف. طول عمره عزيز عليه الجمال، وهادي اللي شافها جمالها من نوع اخر. جمالها بحال دوك البرازيليات، عندها واحد النظرة تخليك تنجذب ليها. اما عند بيدرو اللي مازال تيتسنى، صون التليفون ديالو شاف النمرة وهو يتبسم. واخيرا غتعامل معايا وتكون بيني وبينك صفقة الشيطان المارد. قصين دق مخصص. مالك الكلب اللي ولدك ما جاوبتينيش ديك الساعة؟ بيدرو كذب عليه. غير كنت داخل الحمام، شت موافقاتو وانطق. وجدت كل شيء، انا جاي غدا في الصباح، وبغيت البنت اللي رسلتي صورتها تكون من نصيبي، وحتى واحد ما غيقدر ياخدها مني. بيدرو دار حركة بيدو دليل على الانتصار، وانطق بهمس. يس. رفع صوتو شوية. صافي، وزيتون حتى واحد راه ما يقدر يتنافس مع الشيطان اللي ما خلاش حتى يكمل هضرته. دير خدمتك وبارك عليا من الهضره الخاويه. وقطع عليه وخلاه غير كيشوف. باش كيعجبوني هاد القصص، يعني واخا كطلع كتلقى ديما وكيكون عندك سلطه ونفوذ وكلشي كيخاف منك، كتلقى واحد فوق منك، يعني كيخليه كيولي كيترعد. المهم، فقط مع أذان الفجر كانت الأم ديالها ناعسة. ناضت بشوية، لبسات بانطوفة في رجليها وخرجت، مشات للحمام، قضات خراطها، توضات وخرجت تمسح وجهها بالفوطة. حتى حسات بيد حطت على فمها، بدات تفركل برجليها. حساب ليها عبد الرحيم راجل الماء، ولكن لا، هذا يدو كبار. شكون غيكون هذا؟ حاولت تبعد يدو عليها ولكن والو، كان حجمها مزيان، هسا بحال شي ريشه، في حين ان راجل ما تيشوف فيها هكاك والضحكه خارجه من فمه. اما الشخص اللي خدا اسماء، اداها اللوطو اللي كانت من نوع لاند روفر، لاح اللور وسد الباب ومشى جلس حدا الشيفور من وياه، غير طالقاها بالغوات وبدات كتبكي. شكون نتوما؟ شكون؟ علاش خاطفيني؟ راه ما عندكم ما تصوروا مني. ما جاوبوهاش، بغات تحل الباب لقاتو مسدود وهي كتغوت. واسمر حل لي هاد الباب، خليني نمشي في حالي. ما تكلمت معاه حتى واحد، كان الصمت هو سيد الموقف. وقفت وبدات كتضرب فيه وبلا ما يتلفت، شدها من عنقها خنقها، بدات كتكح حتى كانت غتشيف، ولاحها حتى طاحت اللور وما نطق بحتى شي حرف. شدت عنقها، بدات كتمسد فيه بيديها، حيت ضرها بزاف داك الوحش، كان شويه وما يقتلها. مسافة ساعات كنوصلوا، نزل حليها الباب، بغات تهرب وهو يشدها صرفقة حتى حست بالدوخة. هنا دخلها لداخل، كانت فيلا كبيرة بزاف، بانوا ليها بزاف ديال الاشخاص، ومنهم بنات اللي كانوا لابسين ملابس فاضحة، دايرين ميكاب صارخ. استعادت من الشيطان، استغفرت الله ودورت وجهها من شافت المنظر اللي خلاها كانت غترجع الماكلة اللي كلات البارح. شمأزت من المنظر ودورت وجهها وبقى غادي بها حتى وصلوا لعند الشخص اللي كان هو بيدرو. طلعها وهبطها وبقى تيشوف فيها بنظرات شهوانية. هو بصراحة ما كراش انه هو اللي ياخدها عليه، ولكن لا، باغي الشيطان يكون هو اول واحد غادي يقرب منها، حيت عارف غياخد من وراها فلوس كتيرة. هي بقات غادية تشوف وما فاهمة والو. اش هادشي؟ فين هي؟ وشكون هادو؟ بيدرو عيط على وحدة من الخدامات باش تاخدها معاها وتوجدها للمساء. من بعد ساعات كان وصل المغرب لابس كاجوال، عبارة عن سروال ديال الثوب اللون ديالو باج، تريكو قطني بيض، مونطو طويل بلون البيج، وصباط كلاس في الكحل، داير نظارات شمسية. لقى وحدة من السيارات ديالو وحدة واقفة حدا المطار، جابها الشيفور، اشار ليه باش ينزل وركب هو
وديما الطوموبيل ديالو طول عمره ما كيبغيش اللي يسوق بيه، ومشى طاير الوجهه ديالو. اما عند اسماء اللي كانوا طموحها ما نشفوش، عرفت راسها طاحت بين يدين الناس ما كيرحموش. حاولت تهرب ولكن ما لقاتش كيفاش تعمل. لبسوها حوايج اللي كانوا ما ساترين والو، حست براسها رخيصه ورخيصه بزاف. وصل الوقت، جاو وخداوها. عرفت انها يا تباع يا يقتلوها، يعني شي حاجه عالدار ماشي تلهيه. بحال كيف كانوا مثلا تيتباعوا جواري هذه شحال، واللي دفع كثر هو اللي غادي يفوز بها. كانوا معاها بزاف د البنات، ارواحهم كانت، اولا نقولوا اعمارهم كتراوح ما بين 16 حتى ل 29 سنه. بقاو تيدوزوا وحده بوحده ويبينوا المفاتن ديالهم، اولا غيكون مصيرهم الموت. كان جالس ما مسوقش، تيكمي السيجار ديالو، حتى وحده ما حركت فيه والو، بغاها غير امتى تبان هي وياخدها. داز الوقت حتى بدات طالعة فوق المنصة ودموعها دايزين. تفكرت ما كيف غتكون حالتها، ما عرفت ما تعمل، حيت طاحت في أشخاص عديمين الرحمة. بدات كتمشى بشوية وكل أنظار عليها، وهنا بدا الرهان من 20 مليون للفوق. بقى هكاك 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 تيطلع حتى وصل ل200 مليون، وكانت من نصيب الشيطان أكيد. غير سلمى زاد عليه، وهو تبسم ابتسامة خبيثة ونطق بينه وبين نفسه: اليوم غتكوني ليا. بلا ما نساو أنه لقبها بالعاهرة، على بالو أنها وحدة منهم. أسماء من بعد ما سالا وبقات غير مصدومة، حتى جا واحد جرها وداها اللوطو ديال قصي. مشات معاه بدون ما دير حتى شي ردة فعل، حتى وصلت لحدا واحد الطوموبيل. حل الباب، داخلها القدام، ما كان حتى واحد في بلاصة الشيفور. بقات غير كتشوف في نقطة واحدة وكتفكر في حياتها: وشكون هذا اللي شراها بهاد الفلوس الكتيرة؟ وشنو بغى يعمل بيها؟ ألف سؤال وسؤال طاحوا في بالها، وما لقات اليوم حتى شي جواب. حتى تحل الباب ديال اللوطو ودخل منه شخص. داز صمتة ودمر اللوطو وكسيرة بأقصى سرعة لدرجة أنها شدها الخوف، وهو ضحك بسخرية وزاد في السرعة. ما وصلوا حتى كبدتها كانت باغا تخرج من فمها. وصلوا المطار، ركبوا في الطيارة خاصة، ونطقت وهي خايفة: فين غادي بيا؟ ضحك بسخرية ونطق: اوه، واخيرا لقيتها كتكلم. ما يسحبليش ان الفاسدات حتى هما تعرفوا يتكلموا. هنا مسحت دموعها بالمرفق ديالها: شوف، انا ما نسمحش لك تسبني هكا، انا شرف منك الحيوان. هنا جرها لعند يديه، اللي عنده غير بيد وحده، وحط راسها للارض وعفط على راسها برجليه: انا العاهرة تنعسيني بالحيوان؟ ها، تكلمي انا نوريك الحيوان اش يسوى. وهو يهزها وحطها فوق فخادو، وهجم على شفايفها كيناش فيهم، خلى الدم يسيل منهم. في الاخر دفعها حتى طاحت وجات جالسه. وقف بدا جاي في الاتجاه ديالها، هي غير شافته وقفت بالزربه وبعدت منه، رمقها بنظرات كلها احتقار. ودخل البلاصه فين تيكون الربان ديال الطائره. بقى يتكلم معاه، من بعد خرج حتى قربت ليه الموظفه، وبدات كتقرب ليه وتحل الصيف ديال الشميس اللي كان لابس. شويه بدات كتبوس في الصدر ديالو، واشار ليه ان المكان المفضل عنده. وهي فهمت وبدات كتخدم خدمتها. الامر اللي خلى اسماء تقرف من داك المنظر، اللي خلاها تجري بلاصه الحمام بسرعه وتستفرغ كل ما فداتها، حتى دموع عيونها. مسحت وجهها بالماء وخرجت ما لقاتهمش. عرفاتهم غيكونوا تيكملوا على داك المسخ ديالهم. من بعد ساعة ونص تقريبا كانوا وصلوا لمدينة البندقية. لقاو لوطو كتسنى فيهم، خدا الكونتاكت كيف العادة من عند شيفور، وركبت حداه وهي خايفة. يلا طلعت بغات دير الصمتة حتى ديمارا مورك، لدرجة كانت غطيه. غير شدت في راسها ورجعت اللور، كتطلب من الله شي معجزة توقع. ما وصلت حتى ريتها بغات تخرج من فمها. غير وصلوا لواحد القصر اللي كان كبير بزاف بزاف بزاف. جا في بلاصة بعيدة، تحل الباب، دخلوا حتى وصلوا لواحد المكان. وهنا كانت الصدمة، تسمرت في بلاصتها من هول المنظر اللي شافت. لما يمكنش هادشي، راه ما كتصدقوش لقل. مجموعة ديال الحيوانات المفترسة اللي كان مسدود عليهم في واحد القفص كبير، وكل حيوان مسدود عليه بوحدو. عاد العقرب والحية والحنش، مجموعة كبيرة منهم كان مسدود عليهم في واحد الشكل كبير زجاجي. طلعت في عينيها بشوية ورجليها تيرجفوا: شنو هذا؟ ما جاوبهاش ودار إشارة بيدو، حتى بان ليها واحد البنت جايبينها جوج ديال الأشخاص كانوا
طوال وعراض ولابسين كلشي كحل وعاملين على عينينهم نضاضر والكيت بلوتوث في ودنيهم. جارين البنت اللي كان شعرها اشقر وعيونها زرقين انتقموا جاه كلامو الكارد باش يطلقوها. نفضوا الامر ديالو وبعدو غير شويه تحسوا اي حاجه غتوقع. اما واحد بطلتنا صافي بقات غاتا تشوف ما عرفت اشنو غيوقع وشكون هاد الوحش الادمي اللي جا في طريقها. بقات يشوف ديك البنت الشقراء المدة بنظرات نارية. أشار الرجال ديالو باش يجيو ياخدوها ويدخلوها وسط محمية ديال الفاعي واللي كانوا بكثرة. البنت صدمت منها والمنظر اللي شافت قدامها، بقات كتبكي بهستيريا حيت فعلا المنظر كان كيخلع. وهنا زادت عرفت وتأكدت أنها طاحت ما بين يدين الشيطان اللي ما كيرحمش. تلفتت عنده هي كترعد. علاش علاش هادشي كامل؟ ولا تكون عملت ذنب كبير؟ شاف فيها بنظرات نارية ونطق بكل برود واشمئزاز. قريب غادي نخليك حتى انتي تراكي عند رجلي، وخا بصراحة نوعك ما كيعجبنيش. هي نطقات بلا ما تحس. حتى انت حتى انت نوعك كنشمئز منه حوتالة. انا ضرب بحال الا كان غادي ورجع قرب ليها ضربها بالظهر ديال يدو اللي كان فيه خاتم حتى سال الدم جنب فمه. حسات بالالم غرغرو عينيها ووجه ليها السبابه ونطق بتحديد. المره الجايه غتكوني انت بلاصتها الا بقيتي تستفزيني. نحلف لك برب المعبود حتى نخليك تعيشي لحد الاهلين. غطلبي الرحمه وما غاديش تلقايها. ودابا بعدي من قدامي ونلقاك موجوده مع الثمانيه. حسن مع نرسك فيك شي جريمه دابا. عيط على وحده من الخدامات تاخدها البيت اللي غتكون فيه مع الثمانيه واجده وواقفه حداه. نرجعو للمغرب عند عبد الرحيم اللي توصل بفلوسه اللي كانوا تقريبا 10 ديال المليون. فرح بيهم بزاف، جمع حوايجو ومشى مخلي ديك المراه اللي لا حول لها ولا قوه بوحدها. ما كاين اللي قابلها او لا حتى يوقع لو وقعت لها شي حاجه ما يعرفها حتى واحد. خلاها تواجه مصيرها بوحدها وهي غير هاد يومين ملي بنتها ما كانش ما تاقتش فيهم النعمه. حست بشي حاجه واقعه لبنتها وخاصه انها ما كايناش وغابره ما تتبانش ليها. بغات تنوض باش تقلب عليها ولكن ما لقاتش كيفاش تعمل. تحسرت على حالتها وها هو اللي ما كيتسماش ما طلش حتى عليها او العرف ما بها. كرزت على المنطقه وضربت رجليها بيديها لانها ما تقدرش توقف وتقلب على بنتها وتعرف فين كاينه. سمعت دقان في الباب، بغات تنوض ولكن ما لقاتش كيفاش باش تفتح الباب وحتى لسان باش تتكلم وتنطق ما عندهاش كيفاش دير تنطق به. اما برا كانت بنت في نفس عمر اسماء تتقرا معاها. جات تسول عليها تشوفها معلها ما جاتش واليوم كان عندها امتحان وضروري كان خاصها تجي تحضر ولكن ما جاتش. سمية رجعت كتدق وتعيط. اسماء واسماء. خرجت المرا من الدار اللي قدامهم دايرة في حياتي وشادة بيه شعرها لابسة عليها بيجامة قطنية وفي رجليها صابو. ابنيتي بلا ما تعذبي راسك راه ما بانش ليا من نهار الخميس واليوم السبت ما خلات ليا حتى السواد باش نقابل امها. سمية كتخمم فين غتكون صاحبتها وتمنات من الله ما توقع لها حتى حاجة. نطقت بنبرة حزينة. أوف، دابا اشنو نعمل انا؟ هم؟ ودابا بغيت نشوف غير امها. الجارة بقات كتخمم من بعد تكلمت. يا ربي الله يفكرنا في الشهادة، راه مازال عندي الساروت غندخل نجيبو ونلوح عليا شي حاجة ونحلو الدار. وداكشي اللي كان حلات الباب ودخلوا مشات نيشان للبيت. لقاتها طايحة الأرض. ديك الساعة هزوها بجوج مع المرا ثقيلة وحطوها في بلاصتها. ديك الساعة عيشة جارتها قلبت على الكوش لقاتو وخدات لها الحوايج من الماريو. من مسحت ليها ودارت لها ليكوش بدلت لها حوايجها. اما عند اسماء اللي ما عارفاش اشنو غيوقع ليها تفكرت ماماها وكيف غتكون حالتها ولكن طمئنت من واحد الناحيه ان خالتها عيشه ما غاديش تخلى على ماماها. تفكرت هادشي كامل وتمنات ربي يدير ليها شي مخرج من هنايا. كملت ليها البنت الميكاب جات واعره بزاف وحتى الكسوه اللي كانت لابسه جات مع طايتها. وقفت قدام ولابسها كسوه في الزرق الغامق المفتوح من اللور حتى الاسفل ديال ظهرها ومن القدام جات على شكل كول باتو مبينه الفرقه ديال صدرها. كانت قصيره مبينه فخادها. دور لسانو على فمو مبلل ريقو وطلع تيشوف وجهها اللي ما يتنساش انه تبهر به. كانوا مجبدين لها العينين بالماسكارا وما كانت معكراه بلون كلون دم الغزال. لابسه صباط عالي بحال شكل اللي تيلبسوه العاهرات تماما. رمقاتو بعيون دامعين ونطقت بصوت غالب عليه الخوف. شكون انت وعلاش جبتوني لهنا؟
هو شافها بعيون ممحية وهز حاجبه ونطق بسخرية. أوه الفرا ما عرفاش فين جات. كان لابس كل شي كحل في كحل، نظراته كانوا بحال شي صقر تيتفحصوا فيها، كانوا كيحريوها من داخل، وهي كتهرب من دوك النظرات ديالو، وبدات كتغطي في الجسد ديالها بيديها. ضحك بتهكم. بلا ما تخبي كلشي غنشوفو. وقرب عندها لحى فوق الناموسية، وهي كانت كتحاول تهرب، ودموعها دايزين ما حنش فيها ولا في توسلاتها. طرطق عليه الشميز، لاحو، وبدا كيحيد حوايجو. بغات تهرب، جرها ورجعها لحى تاني فوق الناموسية، وهنا تكرفس عليها بكل وحشية، وما حنش فيها ولا سمع لتوسلاتها أو طلبها ورغيبها. حتى لقى دمعة ريتها انزل، تبسم وكمل على ما بدا. من سالا ناض من حداها وكأن شيئا لم يكن. بقيت كتبكي، دخل للدوش، دوش وخرج عليها عن شافها غير كتشوف في الفراغ. عرفتي اخيب حاجه كنشمئز منها؟ هما البنات اللي بحالك، اللي كيبيعوا ريوسهم بالرخيص. شافت فيه بحقد ودفلت عليه وهو قرب عندها صرفقة حتى سالت دم جنب فمها. حست براسها ما بقات كتسوى والو، ولات موسخة. عافت راسها وعلاش لا، وهي الحاجة اللي كانت محتفظة عليها طول هاد 19 سنة مشات فرمشات عين. شافت فيه بعيون حاقدة. غيجي النهار اللي غتندم فيه. ومشى في اتجاه الدوش بلا ما يتلفت ليها ونطق: عمرني غندم كوني هانية. وأول حاجة، عمرني غادي نطلب السماحة من وحدة بحالك، كوني متأكدة. دخل الدوش وهي طاحت كتبكي على حدها العاتر اللي طيحها في هاد الوحش الادمي اللي ما في قلبوش ابدا الرحمه. بقات مكمشه وخاشيه راسها وسط رجليها، كتبكي وكتفكر في حياتها اللي كانت كيفاش كانت قبل. تفكرت باباها الله يرحمه، تفكرت كيف كانوا عايشين حتى نهار مات وتزوجت امها بعبد الرحيم اللي كان في الاول انسان مزيان، ومن بعد تبدل ولا تيتحرش بها. وشحال من مره كان كيبغي يتكرفص عليها، غير كتصدو ما كتخليهش يقيسها او لا تعطيه فرصه. يعلم الله دابا مع كيف كانت غادي تكون، واش داك العفة الرجال غيخليها في حالها او لا غيزيد على ما بها. الحمد لله انها عاد ساروت لجارتهم. خرج ولقاها هكاك مكمشه وهو عقد حجبانو. ما المك دايره فيها ليا فيلم درامي. نوضي تهزي وهبطي تعاوني البنات، يحسب لك راسك جايبك عروسه هنا واليوم الصباح ديالك ولا شنو. ناضت قافزة وخرجت. ديك الساعة هو دار اتصال ديالو مع شخص مجهول، أما هي هبطت ما عرفت ما تعمل. بقات كتقلب على الكوزينة وما عرفت فين هي. تفافات. يا ربي اش غنعمل فين هاد الكوزينة تاني. بقات كدور غير في بلاصتها، احتملت ليها واحدة من الخدامات غادية في واحد الممر، وهي تبعها حتى دخلت من واحد الباب ودخلت حتى هي. كانت كوزينة اللي من شافتها حلات فمها، تقريبا قد الحي ديالها، حتى حاجه ما تتبان. ديال الماعن كان فيها بزاف ديال الخادمات، وكل وحده واشنو تتعمل. بقاو تيشوفوا فيها وحتى هي نفس الشيء. نطقات بصوت هادئ: عطيوني شي حاجه بغيت نعاونكم. بقاو غير كيشوفوا في بعضهم ما فهموهاش. عاد تكلمت وحده فيليبينيه كتعرف العربيه، بدات تتعاون فيهم ونسات هاد الوقت. في هاد الوقت الجلاد ديالها وخا صعيب عليها تنسى. مهم، داز عليها أسبوع وكل نهار عذاب معاه، وفي الليل كان كيمارس معاها بوحشية وتيتعامل معاها بحال شي وحدة اللي ما عندها حتى شي قيمة. كان قاعد كيخربق في التليفون ديالو تيتسنى فيها تبط، وهو أعدى حاجة عنده هو يبقى يتسنى. يلاه بغى يطلع يجرها من داك الشعر حتى كيتسعق من المنظر اللي شافها به. هادي ماشي إنسانة عادية، هادي أنثى مفعمة بالجاذبية والأنوثة، ما يمكنش ليه ياخدها لهاد الحفل اللي باغي يمشي ليه هو. أرمقها بعيون حادة ونطق وهو كارس على سنانو: طلعي بدلي عليك. جاوبت بغناش: اوه نبدل؟ ياك انا غير فاسدة على حد قولك. عادي نلبس هادشي. ما عرفتو امتى طار وقطع عليها الكسوة اللي كانت لابسة، خلاها غير بدو بياس. شاف فيها بعيون حمرين ونطق وهو مغزز على سنانو: انتي العايرة ديالي انا صح، وجسمك انا اولى به، وياك ويضحك عليك راسك وتبيني لحمك لشي شخص اخر. غادي نقتلو ونقتلك انت من وراه، فهمتي؟ بقات غير تشوف فيه وعاود تسولها نفس السؤال: واش مفهوم؟ حركت لها غير راسها ونطقت: منين انت ما باغي حتى واحد يشوف فيا ولا نكون معاه؟ علاش ما تزوجش بيا؟ شاف فيها مصغر عينيه. من بعد هو يرجع راسو اللور تيضحك حتى دمو عينو، وهي بقات كتشوف فيه مستغربه. مسح دموعه ونطق: من نيتك بغيتيني نتزوج بوحده فاسده بحالك؟
انتي غير مجرد عاهرة ديالي، وقت ما بغيت نفرغ شهوتي تتكوني معايا، وإلا بغيت نتزوج غنتزوج بوحدة اللي تليق بحمل الاسم ديالي. هي سمعت كلام وحسات بقلبها تزير عليها، وحاولت ما تطيحش دموعها قدامه. خلال هاد الفترة الناس ديال الحومة ولاو دايرين النوبة على أسماء، وكل نهار وحدة تجي عندها تقوم بها، وفي كل ليلة كتبات عندها وحدة ديكلاراو بأسماء بأنها راه اختفات، واللي ما بقات بانت أصلا. ما كان عليها حتى شي خبر، مما خلى سمية وعائشة. اولا تسمحوا لي الا كنتو كتسمعوا شي صوت، هذا غير الريح اللي تدبع عاد بان لي انه عاد بالي يبقى يدير معايا الاصوات، دونك سوري سوري سوري. المهم نكملو. نسيت فين كنا. اوكي، ديكلاراو باسماء اللي ما بقات بانت وما كان عليها حتى شي خبر، مما خلى سمية وعائشة يكذبوا على ماماها ويخبروها انها مشات تقلب على خدمة باش تعمل لها العملية، حيت خاصها تجمع الفلوس بزاف. اما عند قصي كان في البار دايرن به البنات، وحده جالسه فوق منه وهز في يدو كاس ديال الشراب تا يشرب منه. هي بدات كتقرب منه باش تبوسو هو يدفعها حتى طاحت على ظهرها، وانطق هو مغزز على سنانه. مرة واحدة أخرى شي فاسدة بحالك تجي تقيسني والله غنقتلك. يلا خرجوا عليا كاملين، ما بغيت حتى شي وحدة فيكم تبقى تدور عليا هنايا. ووقف. من نهار ولا مع أسماء ولا غير كيفكر فيها، وشحال من مرة تيكون مع شي وحدة وكتبقى تبان ليه غير هي قدامه، ما بقاش كاع بغى يتخلى عليها، ولا مهووس بها لواحد الدرجة ما يمكنش. واللي شاف فيها تيكون حسابه معاه عسير وليس يسير. شحال من مرة ضرب من واحد غير لأنه شاف فيها، وحلف أنه من الأحسن ما يبقاش يخرجها معاه، وتبقى حدها حد الدار ما تخرجش منها ابدا. خرج من تما ركب في اللوطو حتى وصل لقصر، دخل طلع نيشان الجناح ديالو، ما لقاهاش واقد حواجبو، ومشى البيت اللي كانت في الاول فيه حل البيت، لقاها ناعسه. هزها لقاها سخونه بزاف، تخلع خداها بالسربه الجناح ديالو، بالو باش يقيس الحراره ديالها، لقاها جاله فيها العافيه. ديك الساعه هزها دخلها للدوش ورخى عليها الماء. هنا بدات كتنين. خليني سير بعد مني شوية. بدات كتقرب ليه. عفاك اجي، اجي عندي، انت راك حبيبي انا، وانا كنبغيك. تبسم. اشنو؟ شنو تاني هادشي؟ باغي نعسو انا وياك؟ سبلت ليه وينات الحمر. اه بغيتك. تبسم ونطق بصوت هادئ. لا ستين، انا مني نبغيك خاص يكونوا حواسك كلهم معايا، فهمتي؟ يلا خلاص نحيد لك هاد الحوايج. اسماء هنا طلعت قنوفتها بحال شي بنيته صغيره، ما كرهتش يقرب ليها ويبقى يبوس فيها، ولكن لا، خاصو ما يضعفش قدام الشهوات ديالو وديالها. من بعد ما سالها ليها، لوى عليها فوطه وهزها حتى فوق السرير. مشى دريسينغ خدا دو بياس لبسهم ليها وتغشى حداه مع النقها. يوم جديد واحداث جديده. كان داخل المكتب ديالو تيراجع شي حسابات، حتى جاتو رساله. دخل شاف اشنو واقع، من حدو تيقرا هو تيوسع عيونو، وتفاحة ادم كتطلع وتهبط في الحلق ديالو. ما يمكنش هادشي اللي كيشوف، ولكن راه كل حاجه موثقه، وكاين حتى فيديوهات. وقف معصب لاح داكشي كامل اللي فوق المكتب، وجلس شاد على راسو حتى نزلت الدمعه من عيونو. اه، الوحش بكى، حيت عرف الحقيقه، وبان اسماء ضحيه ديال الزوج ديال الام ديالها، وهو اللي باعها لبيدرو. وعرف ان الام ديالها كانت عامله حادث، ودابا ناعسه ما تتحركش، ما كدير والو، وخاصها عمليه اللي كتقام ب 12 مليون. شد على راسو وبقى تيبكي. شنو عملت انا؟ لا مستحيل، يستحيل تسمح ليا شي نهار. نرجعو فلاش باك. تعقلوا ملي قلت لكم كونكوا ملي هبطت هي، هو كان اتصل بشي شخص مجهول وبقى كيتحدث معاه. هذاك الشخص كان واحد من رجالو اللي كلفو ديك الساعة باش يمشي يبحث في الماضي ديال أسماء ويعرف قصتها بالضبط، لأنه ما دخلت ليش راسو أنه كيفاش هي بقى بنت وبعت راسها بدك تمن لشي شخص بحال بيدرو، وكيفاش حتى كتعرف واحد الشخص اللي بحالو وهي كتبان ملاك بريء كيف ما كيشوفها هو. وهاد الوقت كامل وداك الشخص المجهول كان كيجمع عليها المعلومات ديال بصح ادق التفاصيل جمعهم عليها، وعرف قصة حياتها كاملة باش يوجد ملف كامل مكمول
بسمية ديال الأسماء ويصيفطوا لقصي. نرجع للواقع، تنهد تنهيدة طويلة ووقف خرج من المكتب، خلاها هكاك، مشى للقصر. خلال طريقه تكلم مع الشخص نفسه اللي عطاه المعلومات باش ياخد المرأة في أقرب وقت ويعملوا ليها العملية، وتقيد على أساس مجهول. كانت في الكوزينة كتساعد البنات وكتضحك معاهم. خلال هاد المدة اللي ولات معاهم فيها دخلت لقلبهم، ولات عزيزة عليهم بزاف. طيبتها بعفويتها تخليها تدخل لخاطرك بلا ما تستأذن. حتى من الشيطان اللي كان ما تيرحمش من الانسان اخر. سول وحده من الخدامات عليها ملي دخل. فين هي اسماء؟ الخدامه وهي حاليه راسها في الكوزينه سيدي. اجا ليها باش تمشي تكمل شغلها، وهو مشى في اتجاه الكوزينه اللي كان عمرو ما دخل ليها او عرفها حتى فين كاينه. البنات اللي كانوا تيوجدوا ليه اي حاجه بغاها وعمرو دخل ليها او حتى داز من حداها. حتى جات اسماء اللي خلاته يتبدل وما يبقاش داك الانسان المستبد، ويتصرف بعقلانيه وما يكونش متهور. بقى تيشوف فيها كيفاش تتحرك بحال شي فراشة وكدور وكتضحك مع البنات. بقى ساهي فيها. تلفتت وحده في البنات وهي تشد على فمها من شافته، مستغربه انه يجي لهذا المكان. هاد صبعو على فمه بمعنى سكتي. بقى مدة هو مراقبها حتى حس بها غدور وهو يمشي في حاله. تكلم في التليفون اللي في الكوزينة وطلب منهم يكلموا عليه. هي عقدت حواجبها، اشنو بغا عاوتاني؟ سلمت امرها لله ومشات عنده. لقاتو جالس في الصالون، غير وصلت بقات يشوف فيها وساهي فيها. نطقت مفيقه من ساوتو. بغيتيني فشي حاجه؟ بقى ساكت شحال واجا ليها باش تجلس. جلسات وبدا كيحكي ليها على المعاناة ديالو، كيفاش حتى ولا هكا انسان ما تيرحمش، وبان الام ديالو كانت مع راجل خالته وهو اللي حصلهم في الفراش، وفي الفراش ديال الاب ديالو، مما خلاه يقتلهم بجوج. وتشد فيها سنوات كثيره. كانت السن ديالو ديك الساعه 16 سنه، ومن تماك تحول من شخص مسالم هادئ اللي كيحب الحياه لوحش وشيطان اللي ما في قلبوش الرحمه. كمل على كلامه. وليت انسان اخر. دوزت فتره ديال السجن وخرجت. الاب ديالي من عرف اشنو وقع جاتو ازمه قلبيه، الشيء اللي خلاه يبقى مده ديال شهر في العنايه، ومن بعد توفى. وهنا استحقت على الام ديالي، وقررت انني ننتقم من اي انثى بانت في طريقي. حدك العتا جابك عندي وشريتك، وقررت نملكك ومن بعد نلوحك. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. وليت كنبغيك. بقات كتشوف فيه مخرجة عينيها. اه، كنبغيك. بغيتك من اول مرة شفتك فيها. شفت في الصورة ديالك حبيتك، ولكن فكرة انتقام كانت ديما تجي حاجز بيني وبينك. ودابا غنطلب منك تسمحها على اي حاجة عملتها عليك. عارف راسي ظلمتك وظلمتك بزاف. دابا اي حكم من عندك انا قابل به، المهم هو تسمحي ليا. عرفت ان راجل ماماك هو السبب. هنا هي ما استغربتش من الامر. كانت حاسه انه هو وراه هادشي كامل اللي حاجته، وانه راه يقدر يبيع راسو على قبل الفلوس. وقفت ومشات الدموع في عينيها، وقرر انه هو اللي غيعاقب نفسه بنفسه. ديك الساعه هي طلعت البيت وسدت عليها وجلست كتبكي. ما قدرتش تسمح ليه، حيت صعيب بزاف تسامح ليه. قصي غير عرفها ما غتسمحش ليه، قرر هو اللي يعاقب نفسه بنفسه. ديك الساعه هبط ومشى للبلاصه فين كاينه الحيوانات، ودخل الجهه ديال السبع اللي ما كانش عطاوه الماكله هذه 3 ايام. غير شافو قرب عنده بدا كيصفر. كان تيفصلهم غير واحد الحيط قصير. اما عندها هي فبقات كتبكي، ما عرفتش واش غتسمح ليه ولا لا، حيت صعيب بزاف تسمح لواحد اللي كتبغيه وهو في نفس الوقت خرج لك على حياتك. حتى تحل الباب ودخلت الخدامة الفلبينية كتنهج وتكلمت بالعربية اللي معلقة أو مهم، يعني راكم فهمتوها، ما واضحاش. اسمع، نوض، السي أوصي الصباح ياكلو. تلفتت عندها ما فاهمة والو. اشنو؟ ما فهمتش. أوصي ياكلو الصباح. عاد عرفت اشنو قصدت، ودورت كلامه في راسها من خبرها انه غيعاقب راسو براسو. هبطت كتجري في الدروج مخليه لاسانسور حتى تتبغي طيح على وجهها. خرجت وهي حفيانه حتى لقات سبع قرب ليه. وواحد منا جالو هاز الفردي باغي يطلق رصاص، ولكن كان قصي كيغوت عليه. حتى وصلت اسماء وغوتت. انت انسان جبان، انسان ما عندوش حس المسؤوليه، كيفاش طوعك راسك وبغيتي تخليني انا ولدك ولا بنتك؟ هنا بقى تيشوف فيها مستغرب، ما صدقش اشنو تيسمع. ديك الساعه قرب ليه سبع قاسو في يدو، عضو منها او بالاحرى، وهي تغوت. لا،
قصي قصي خرج عافاك، انا كنبغيك. انا الكارت ما بقاش هامو حتى حاجه، يعايرو يقتلو، المهم هو ينقضو. ديك الساعه تيرا في الصباح هو يطيح على الارض. اما قصي طاح مغمى عليه والدم تيسيل من يدو. هزوه ديك الساعه للكلينيك. اما السبع مسكين كان مات، وحتى هي معاهم مشات هكاك بلا ما تلبس حتى حاجه. بعد مرور شهر كان قصي تشافى، واسماء سمحت ليه وسولاتو على البنت اللي خلاها ياكلها السبع، أو لا، ديك الفاهي نورمالمون. أخبرها أنها خدامة مع واحد المنظمة تيتاجرو في البنات وتيبيعوهم في المزاد، من بعد ما تيمارسوا عليهم وتيقتلوهم. ولكن حتى انت راك عملتي نفس الشيء. أنا لا، أنا شكل آخر. حكى ليها أن البنت اللي كانت معاهم كانوا كيجيبوا البنات وتيقتلوهم وتيبيعوا الأعضاء ديالهم. عاد الاتجار في المخدرات وبزاف ديال الأموات يعملوها. واخا هو كان تيتاجر فقط في السلاح، ولكن دابا بعد من كل شيء وما بقاش غادي يعمل حتى حاجه من داك الشيء خارج على اطار القانون. وقرر انه يبدل حياته الافضل. واول حاجه زول داك المشام اللي كان في الجسم ديالو او الجسد ديالو. مشاو للمغرب وداه الكلينيك عند امها اللي كانت عملت العمليه، وطلب منها يد بنتها وهي قبلات. من بعد 15 يوم كانت ماماها خرجت وجا خطبها من عندها. ومن بعد عمل لها احسن عرس اللي كان اسطوري، واللي بقات يحكيو عليه مده طويله. واكيد كاع الصحف والمجلات المشهوره كلهم تكلموا عليه. وها هو داز على هاد الشي كامل مده ديال 6 سنين، وولدت خلالها 2 ولاد وبنت. وطول هاد السنين وحبهم غير ما زايد كيكبر، تيغير عليها بزاف حتى من ولادها. غير يشوفهم عنقوها كانوا تيجري عليهم. هي كتبقى تدور راسها فقط، غير بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل ما نكمل، أكيد قبل ما يعتزل أكتر حاجة دارها هو أنه تحاسب مزيان مع بيدرو اللي كذب عليه وخلى إنسانة بريئة بحال هادي يتاجر فيها ويرجع منها شي حاجة اللي هي ما فيهاش أصلا. وكذلك ما حنساوش عبد الرحيم اللي حتى هو ما يمكنش أنه يدوز بلا عقاب حرام. لكن الفرق أن عبد الرحيم خدا عقاب إلهي من عند اللي خلقه، هو أنه جات وحده اللي ضحك عليه وتاخد ليه فلوسه كامله، ومن بعد عمل حتى هو حادث سير وبقى مشلول طول حياته. ودا ولده العجزة بحكم انه ما عنده حتى شي واحد اللي قريب ليه وما يمكن حتى شي واحد اللي يكون معاه، وهكا حيكون خدا انتقام اللي كيستحقوا. نرجعوا للواقع. اسماء كتضحك من بعد ما شافت قصي جرى على ولده. هيثم حمق والله. قصي قرب عندها باسها فمها. انتي ملكي انا بوحدي، وحتى واحد ما بغى يقيس كيف ما كان نوعه. وبدا كيعنق في مرته وكيبوسها. اسماء خرجت في عينيها. اويلي حمقيتي، الولد راه صغير قدامك. هز كتافو، المهم ما يوصلكش. هزها بين يديه ولحها فوق الناموسية وبدا كيقبل فيها. ومشاو في عالمهم الخاص، عالم الحب. وهنا وصلنا لنهاية القصة. نتمنى تكون نالت إعجابكم وكانت خفيفة على قلوبكم. وكيف العادة وكيف دائما كنختتموها، نتلاقاو في قصة واحدة أخرى مع أبطال وحدين أخرين. دمتم في أمان الله ورعايته. بزوات عليكم كاملين، كنحماق عليكم.